بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. الكثير من الناس يشتكي من السحر، قد يكون رجلا، قد تكون امرأة، فتقول إنني مسحورة، أو يقول إنني مسحور. فما هو العلاج؟ نقول أولا كثيرا ما لا يكون الأمر سحرا، بل يكون مرض من الأمراض أو ضعف أعصاب أو غير ذلك. مو بالضرورة كل شيء يكون سحر، كثير من الناس يتوهمون كل شيء سحر. فربما تكون علاجات بعض الأدوية الطبيعية توفر علاج جيد لذلك. ولكن لو فرض أن الإنسان مسحور، فهذه الآية الشريفة من الآيات القوية السريعة المفعول بإذن الله تعالى. الإنسان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الإنسان يكررها فيدفع الله تعالى عنه السحر. فهذا أولا. ومن جهة ثانية نقول كثير من الناس، قد يكون زوج، قد تكون زوجة، قد يكون شخص أجنبي، يحاول أن يوقع الفرقة بين اثنين ببعض الأسحار وببعض الأعمال من أعمال السحر والشعوذة وما أشبه ذلك. فهذه الكلمة موجهة لهؤلاء، وهم إن شاء الله ما يكونون في المجتمع، ولكن مع ذلك قد يكون هنالك بعض الناس ممن يتعاطى ذلك. هذه الرواية تعطينا أفضل توجيه ودرس في هذا الحقل. أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إن لي زوجا وله علي غلظة، وإني صنعت به شيئا لا أعطفه علي. يعني ما تخرب، لا تريد ترتب بيتها عن طريق السحر. النبي رفض ذلك أشد الرفض. وإني صنعت به شيئا لا أعطفه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لك، كدرت دينك، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك الملائكة الأخيار، لعنتك ملائكة السماء، لعنتك ملائكة الأرض. فعلى الإنسان يتجنب أي نوع من التعاطي مع السحرة بأي شكل من الأشكال.